مرحبا يا غالين. بعض الأحيان بكون عم تصفح على الفيس وبتمر معي منشورات كتير ناشرين فيها جبت باذنجان وطلع معي مر، شلون بدي أتخلص من مراره؟ أو سلقت الباذنجان وطلع قلبه غامق معي، ليش يا ترى؟ أو ليش المكدوس طلع معي حامض؟ اليوم حبيبات قلبي رح نحكي على كل هالمواضيع، وراح أقدم لكم الطريقة الصحيحة لسلق الباذنجان من دون ما يغمق قلبه معاكي، ورح نحكي على شوية تفاصيل بتهمكم وبتمنى تستفيدوا منها. راح أعطيكم معلومة شلون بنميز الباذنجان الحلو عن المر. وقت بدكم تختاروا الباذنجان لازم تختاروا الباذنجان تكون العودة والعنقوزة تبعه لونها خضرة. ليش؟ لأنه لون الخضار العنقوزة هو بيحدد إذا كان الباذنجان مر ولا حلو. وقت تكون خضرة هي معناتها شربانة مي وطعمتها حلوة. أما العود إذا كان مايل على لون بني غامق والفروع هي تبعاته بتيجي قصيرة معناتها هذا الباذنجان مر لأنه ماله شربان مي. هلأ حبيبات قلبي بدنا نحكي عن أنواع الباذنجان. في عندي الباذنجان الحموي وفي عندي الباذنجان الحمصي. الباذنجان الحموي والحمصي نفس اللون، بس شو بيختلف هذا عن هذا؟ الباذنجان الحموي بيجي سادة، أما الحمصي بيجي مونس. وفي عنا الباذنجان البلدي الأسود، كلهم طيبين بالمكدوس، بس أنا بفضل الباذنجان الحمصي والحموي عن الباذنجان الأسود البلدي، بيطلع شكله أحلى بالمكدوس. هلأ نجي لسلق الباذنجان. قبل ما نسلق الباذنجان بدنا نشيل هاي العودة يلي براس الباذنجان هيك بهالشكل. وبدي اترك الراس الاخضر، لا تشيلوا هذا الراس الاخضر حتى الباذنجان ما يمتص كمية سوائل كتير، وبتضل الباذنجاناية محافظة على شكلها هيك بهالشكل. هلا حبيبات قلبي بنجي لسلق الباذنجان، وهلا رح خبركم ليش الباذنجان بيغمق لونه. رح اعطيكم سري بس لا تحكوا لحدا. السر حبيبات قلبي بهالتنكة، هاي تنكة زيت فاضية انا مخصصتها لسلق الباذنجان. حبيبات قلبي تسلقوا باذنجاناتكم بالتنكة افضل من الطنجرة. الطنجرة المعدن فيها بيبقى سميك، بينما التنكة معدنها رقيق، منه بتغلي المي بسرعة، ومنه بتوفروا غاز، ومنه بتوفري وقت، وبيطلع معك باذنجان غير شكل. وهاي التنكة بتسع 7 كيلو باذنجان. رح احط الباذنجانات بالتنكة وارفعهم على نار عالية كتير لحتى المي تغلي معانا بسرعة، لأنه إذا طول الباذنجان على النار لحتى يغلي بيغمق قلبه معاكي. هلا هيك بعد ما صفيت الباذنجانات بدي احط عليهم تتقيله. وراح اضيف المي، بدنا نغمرهم بالمي يعني لفوق مستوى الباذنجان. هيك التتقيله انغمرت، هيك بيكون حاجتهم. هلا رح ارفعهم على نار عاليه لحتى يغلوا معانا بسرعه. هلا المي غلت معانا وبدنا نعيرهم وقت. الباذنجان يلي استخدمته باذنجان حموي بياخد 10 دقايق على النار بعد الغلي، اما الباذنجان الحمصي المونس بياخد 20 دقيقه بعد الغلي، اما الباذنجان الاسود البلدي بياخد 25 دقيقة بعد الغلي. راح اتركهم حبيبات قلبي لمدة 10 دقايق وبعدين بنشوف المرحلة اللي بعدها. هلا مجرد ما نزلناهم عن النار بنكت عليهم مي باردة لحتى
يبرد الباذنجان معانا. هلا الباذنجانات بردوا معانا. حاتركهم ليتصفوا من المي منيح. هلا حبايب قلبي بعد ما خلصنا من سلق الباذنجان كتيناهم بالسله. وهلا بدي شيل العنقوزه هاي اللي بالراس، وبدنا نفرد الباذنجانات على قماشه. بدي اتركهم مفرودين على قماشه بحدود الساعتين 3 لحتى يتهووا. بعدين منروح لمرحله التمليح. هلا بنجي لتمليح الباذنجان او تسويكه. بدي اعمل شق هيك بالباذنجانايه وافتحها. بدي احط تقريبا نص معلقه صغيره من الملح الصخري هيك بهالشكل. بدي سكرها. رح اخذ وحده تانية. ما تفتحوها كتير حبيبات قلبي، يعني الشق ما بده يصل لراس الباذنجانايه لحتى ما تنفجر معاكم مثل ما لكم شايفين. نص معلقه صغيره ملح صخري. رح فرجيكم لون الباذنجانايه، شوفوا لونها شلون طالع فاتح وما احلى. رح فرجيكم قلبها كمان، شوفوا قلبها شايفين شلون لا غمقت معانا ولا صار لها شي. لونها كتير فاتح وحلو. رح احط ملح. هلا بعد ما نملحهم بدنا نروح نصفهم بمصفاية هيك بهالطريقة. انا ايدي اخذه على كمية الملح. حبيبات قلبي الملح لازم يكون ملح صخري تبع المونة. هلا بدي اخذهم صفهم بالسلة. هلا حبيبات قلبي بدنا نصفهم بالسلة. الفتحة تبع الباذنجان بدنا نخليها على طرف هيك جنابي، يعني شايفين شلون الفتحة بدها تكون جنابي لحتى وقت نتقل الباذنجان تنزل المي كلها. وراس الباذنجانة بدها تكون من جوات السلة هيك بهالشكل. شوفوا شلون هيك بهالشكل راس الباذنجانة من جوا مثل ما قلت لكم، الفتحة مع جنب وراس الباذنجانة من جوا. بدي احطهم هيك بهالطريقة ورصها عليهم منيح. شايفين شلون كل ما حطيت وحدة بدي رصها عليها هيك لا تطبق على الثانية. هلا مثل ما لكم شايفين خلصنا من صف الباذنجانات. بدي احط على سطح الباذنجان قطعة قماش. قطعة القماش حبيبات قلبي بتسحب الرطوبة من الباذنجان. بدي احط عليها سطح مستوي يكون سميك. ويكون حجم السطح على حجم السلة لحتى ينكبسوا الباذنجانات كلهم. هلا بنحط عليهم تتقيلة وبنتركهم لمدة 3 أيام لحتى يتصفوا من المي منيح. ضروري نحط تحت السلة أو المصفاية صينية لحتى السوائل كلها تنزل بالصينية. وبتتركوا الباذنجان بمكان رطب أو مهوى لحتى ما يقطن أو يعفن معاكم. رجعت لكم حبايب قلبي بعد 3 أيام. تعالوا نشوف شو صار بالباذنجانات. شايفين شلون ما صفي فيهم ولا نقطة مي.
الباذنجان لازم يتقل منيح، وكل ما تقلتوا الوزن عليه أفضل. لا تخافوا من حجم الوزن، قد ما كان الوزن ما بيصير له شي. 3 أيام بكفي. في ستات بيتقلوا الباذنجان بحدود 5 ل6 أيام، هذا الشي غلط. الباذنجان ما بيعتمد على عدد الأيام، بيعتمد على حجم التقل يلي عليه. وهلأ رح نحكي ليش المكدوس بيحمض معانا. السبب الرئيسي حبيبة قلبي هي السوائل يلي ضلت بالباذنجان والفليفلة والثوم. أول شغلة لازم الباذنجان يتقل منيح. وقت نحشي الباذنجان لازم نرجع نصفيهم بالمصفاية أو السلة، ونرجع نتقلهم لمدة يومين، وشوفي السوائل يلي بدها تنزل. في ستات بطبوا القطرميزات طب على تمون وبيتركوهم، هيك ما بكفي. راح تنزل السوائل بس مو كلها. صفيهم بالمصفاية وارجعي حطي عليهم وزن واتركيهم لمدة يومين بمكان رطب، وراح تاكلي مكدوس ولا أطيب. وهيك حبايب قلبي وصلنا لنهاية وصفتنا. إذا عندكم شي سؤال بعتولي إياه بسطر صغير على التعليقات، وأنا برد عليه بقلبي وبعيوني. بتمنى أكون وصلت لكم شي بفيدكم. بحبكم كتير. إلكم مني ألف تحية. باي باي.